فتحية كبيرة جدا للمصريين المغتربين خارج مصر. نروح مع بعض نشوف التقرير ده من المصريين خارج مصر بيتكلموا ايه ويقولوا ايه عن الانتخابات. المصرية في الرياض، في جدة، حسب مكان إقامتك، شارك بصوتك، ده حقك، ده الدستور اللي كفله ليك. يجب أن تشارك بحقك في الانتخابات رئاسة الجمهورية 1/12 2/12 3/12 جمعة سبت حد، انزل وشارك. الانتخابات الرئاسية استحقاق دستوري قادم، هنزل أشارك وبدعو كل المصريين إنهم يشاركوا. تحيا مصر. بدعو كل المقيمين في المملكة العربية السعودية بالمشاركة في الانتخابات، لأن ده حقنا الدستوري. لازم ننزل نعبر عن آرائنا، ولازم نختار الرئيس اللي بيمثلنا في المرحلة القادمة إن شاء الله. شكرا. إن شاء الله نازل أشارك في الانتخابات الرئاسية أكيد. بدعو كل المصريين يشاركوا، لأن ده حقنا الحقيقي، والمرحلة تستوجب إن احنا نشارك. شاركوا يا مصريين. لو سمحتوا اتجهوا للانتخابات المصرية. أنا بقول لكم دلوقتي روحوا للسفارة المصرية. الوضع ما ينفعش نهائيا نسكت عليه، فرجاء لو سمحتوا اتجهوا ليها ضروري ضروري ضروري. ده حقنا يا جماعة، احنا مش عايزين نتنازل عليه. انتوا عارفين احنا المصريين ما بيهزمناش حاجة، فلو سمحتوا اتجهوا ليها ضروري، ما تضيعوش حقنا رجاء لو سمحتوا. هنزل نشارك في الانتخابات الرئاسية. بدعو كل مصري ومصرية ومصرية ينزل ويشارك في الانتخابات ويخليه إيجابي. بندعو كل المصريين يا جماعة إن هم ينزلوا يشاركوا في الانتخابات، ده حقك. انزل انتخب اللي أنت عايزه، اللي أنت شايفه صح، وإن شاء الله خير لمصر وبالتوفيق لنا كلنا. بدعو كل مصري وكل مصرية ينزل يشارك في الانتخابات، وده من حقنا كلنا يعني إن شاء الله. بدعو كل مصري ينزل انتخابات الرئاسة، البلد جديدة والحياة جديدة ومصر أجدد وكل حاجة من مصر بإذن الله. وإن شاء الله هننزل نشارك في انتخابات رئاسة الجمهورية، وندعو جميع الشباب وجميع أصحابنا وحبايبنا وجميع المقيمين داخل المملكة بالتوجه إلى السفارة المصرية إن شاء الله، ومشاركة الجميع في الانتخابات، لأن ده حقنا ولازم نشارك فيه.